لن اخفي عليكم سرا، ربنا الوحيد اللي شاهد، انا مش عارفه اموف اون عدم وجود الاهلي في حياتي. طريقه يا اخواتي اموف اون الفتره اللي نادي الاهلي ما بيلعبش فيها. ده ما طلعش هزار لما كنا بنقول والاهلي عندي بالحياه، طلع هو ذات نفسه الحياه فعلا. احنا ما كناش بنكذب. حبايب قلب خوخه وحشتوني. بقالي يومين ما بعملش فيديوهات. اول سبب طبيعي ان انا كنت بمر بفتره سيئه وستيل بمر بيها، ولكن بحب لما بطلع كل اشراقه وحيويه. تاني حاجه مش افوره خالص، لكن والله العظيم الحياه من غير النادي الاهلي nothing، مفيش حياه اصلا. النادي ده طلع هو اللي مالي علينا حياتنا واحنا مش واخدين بالنا، فربنا يخلي لنا الاهلي بيعجل في الفتره اللي الاهلي ما بيلعبش فيها. النهارده طالعه اقول لكم اخر اخبار النادي الاهلي. اخبار جدت في حوار وسام ابو علي، وكمان اخبار جدت في حوار حسين الشحات وقفشه هو راح فين، وقائدنا محمد الشناوي. شكرا يا تريزيجيه. احيانا بنزعل من بعض اللعيبه، ولكن هم اللي بيعملوه ده في مصلحتنا واحنا ما نعرفش ربنا كان كاتب لنا ايه. فشكرا يا تريزيجيه بجد. ايه قصه محمد شكري ومحمد هاني واشرف داري؟ يلا بينا. وفقا لكلام كابتن احمد شوبير ان وسام ابو علي كل العروض اللي احنا بنتكلم فيها وقاعدين رحيل وسام ابو علي رحيل وسام ابو علي ما هي الا عروض شفهيه، مفيش اي عرض رسمي جدي اللي هو بجد وحقيقي مش جدي لحد دلوقتي لوسام ابو علي. ووسام ابو علي لحد وقتنا هذا هو باقي مع النادي الاهلي. وكمان كابتن احمد شوبير بيقول ان كابتن محمد رمضان عدل العقد بتاع وسام ابو علي وخلاه من فئه السوبر ستارز. يعني وسام ابو علي بقى من الفئه هي فئه السوبر ستارز. يعني ايه الفئه دي؟ النادي الاهلي ان هو اعلى بادجت بياخدوه اللعيب، بينضم لكل من زيزو تريزيجيه الشناوي وسام ابو علي انضم لهم. كابتن محمد رمضان نادي تاني بكررها كان معدل قبل ما يمشي عقد وسام ابو علي، والنادي الاهلي مش عاوز يفرط في وسام ابو علي. فان شاء الله ندعي ان وسام ابو علي يبقى في النادي الاهلي، لان احنا فعلا مفيش اي مهاجم لا محلي ولا موجود في الفتره الاخيره في قاره افريقيا بعد مشيان وليد ازارو كويس غير وسام ابو علي. يا رب وقف الحال كل الاحوال. كل الكلام اللي اتقال اشاعات. قائدنا محمد الشناوي والاهلي اخوات. كابتن احمد شوبير بينفي كل العروض اللي متقدمه لمحمد الشناوي، بيقول مفيش اصلا صحه للكلام اللي احنا قعدنا نقوله، مفيش اي عروض لمحمد الشناوي ومحمد الشناوي بكره في الاهلي من الاخر. بالنسبه لحسين الشحات وقفشه اوريدي مفيش اي عروض رسميه جديه لكل من حسين الشحات وقفشه، ولا نيه داخل النادي الاهلي في رحيلهم. فيديو النهارده برعايه كله باطل، مفيش حد رايح غير صحتك ومستقبلك ونفسيتك. وفقا لكلام كابتن احمد شوبير ايضا ان النادي الاماراتي اللي باعت محمد هاني ده كله كلام في اللالاند، مفيش اصلا نادي اماراتي باعت عرض للنادي الاهلي يضم محمد هاني، ومحمد هاني باقي في النادي الاهلي. اما عن محمد شكري فمحمد شكري يقترب بشده من الانضمام الى النادي الاهلي. قلت لكم كله باقي، قاعدين مستنيين مين اللي يرحل. اما عن لاعبنا اشرف داري فلا يوجد اي نيه داخل النادي الاهلي رحيل اشرف داري. اشرف داري مستمر مع النادي الاهلي وباقي. ما اعرفش الناس اللي طالعه زعلانه من الخبر. أنا يعني اشرف داري مشكلتي معاه هو الاصابات، ان هو لعيب على فكره كواليتي تحفه، ربنا يبعد عنه شر الاصابات. كلنا زعلنا على تريزيجيه وضربه الجزاء اللي ضيعها. لن نعلم انها كانت في صالحنا لا علينا، كانت لدينا ولا علينا. النهارده انتر ميامي يلاعب باريس وبيخسر منه ب4. والله هو الواحد كان عاوز بس يفرح بفرحه الصعود كده. احنا كنا عارفين اللي هيحصل لنا، لو كنا لعبنا باريس كنا هنقدر عليهم. احنا النادي الاهلي حد تاني دائما وابدا. النادي الاهلي بمن حضر، وانا لا ما كنتش خايفه على النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل اداء في دور المجموعات ولا اروع، وانا عن نفسي كاهلاويه فخوره بالنادي بتاعي واللي عمله في كاس العالم للانديه. شكرا يا تريزيجيه اللي انت ضيعت لنا ضربه الجزاء، ولكن انا كنت عاوزه اصعد برضه. انا برضه زعلانه ستيل زعلانه. لكن عموما كاس العالم للانديه من اول ما الاهلي طلع هو ملوش اي 30 لازمه ولا ليه طعم. اللي عاوز يعاركني عارف، احنا ما بنخافش من حد. النهارده خوسيه ريبيرو كان بيعمل جوله في شارع المعز. حبيبي بسم الله ما شاء الله عليه ما بيضحكش. هو بصوا يا جماعه تقريبا النادي بتاعنا ده نادي نكدي، اي حد بيجي فيه بيكشر، ولكن يا جماعه هو بيكشر من اللود والضغط اللي عليه داخل النادي الاهلي. لكن ده بره انت نازل تتفسح، حتى في الفسحه نكدي ما تضحك يا خوسيه. لكن الراجل نازل لوحده لا معاه حد، ونازل كده مزاجه رايق، راجل روقان نازل في مصر ام الدنيا بدل الامن والامان لوحده ومش خايف. هي دي ام الدنيا. طبعا اتصورت معاه. والله العظيم بصوا احنا لو كنا خدنا كاس العالم كان هيفضل برضه ما بيضحكش. ده قريب حمدي فتحي يا اسطى، لا قريب كتاليا، ما لهاش حل غير كده. دي كانت اخر اخبار النادي الاهلي النهارده. قفل الفيديو لو جالي مسج واحده ولا شفت الساعه 4 الفجر رحيل وسام ابو علي همسكه عشان انا خلاص